خلي أكلك يكون دواك. اتخيلوا معي إنه الجملة دي اتقالت قبل آلاف السنين على لسان أبو الطب أبوقراط هيبوكراتس. طيب الكلام ده معناته شنو؟ الكلام ده بورينا إنه تأثير نمط وأسلوب حياتك على صحتك ما فكرة جديدة، بالعكس الفكرة دي كانت موجودة أصلا من زمان. طيب حتسألوني شنو اللي اتغير يعني ده؟ اللي حصل ببساطة في القرن العشرين الطب الحديث بدأ بيركز بشكل كبير على الأدوية مقارنة بالوقاية من خلال أسلوب الحياة، ونتيجة للشي ده شفنا زيادة واضحة في الأمراض المزمنة زي السمنة، السكري والضغط زي ما تكلمنا قبل كده. ولو ركزت معي شوية هتلقى إنه السلوك اليومي هو السبب الرئيسي في كثير من الحالات اللي قلناها دي، زي مثلا طريقة أكلنا، حركتنا، نومنا، وحتى مستوى التوتر اللي بنمر به وطريقة تعاملنا مع التوتر ده. دي كلها عوامل بتأثر بشكل مباشر على صحتنا. وبالرغم من التطور الكبير في الأدوية والعلاجات، لكن أغلب الأبحاث العلمية كانت وما زالت بتدعم التأثير القوي بتاع الأكل، الحركة، النوم في تغيير وفي العلاج لكثير من الأمراض المزمنة. عشان كده في 2024 ظهرت كلية طب أسلوب الحياة لايف ستايل ميديسين كوليدج. من بعدها في كثير من الكليات بدأت تنتبه للنقطة دي، وبدأ تغيير حقيقي في المناهج التقليدية، خصوصا إنه وصف تغيير نمط الحياة كعلاج ما كان عليه أي تركيز كافي في الوقت ذاك. الليلة مع بعض عرفنا إنه العلاج ما بس دواء، العلاج كمان أسلوب حياة شمولي بيبدأ من أكلك، نومك، حركتك، صحتك النفسية وعلاقاتك مع الناس اللي حوالينك. حابة أسمع رأيكم، تفتكروا إنه نمط الحياة ممكن يكون أقوى من الدواء في الوقاية والعلاج؟ شاركوني آراءكم واكتبوا لي في التعليقات تجاربكم لو ممكن. حبابكم 10، أنا ندى.